القصة ابتدت أنا مش قادرة أنقل رد فعل المدارس على ابني وإنه قدرات خاصة بالنسبة لهم. ابني الذكي الفطن الحركي صاحب الشخصية القوية، لأنه مش متماشي مع المدرسة وكمان بيعتبر قدرات. لماذا؟ ليه ابني اللي بالذات فيه مجهود تربوي خرافي الناس بيعتبروه غير مؤدب؟ قلبي جدا بيؤلمني، لا قادر انام ولا اعيش حياة طبيعية، شايفة عليه كل يوم متوقعة مشكلة وشكوى جديدة وما فيه باليد حيلة، وهو في الاخر داخل في سنة اولى. فانا طالب في سنة اولى، انا كأم مش قادرة قوي على رد فعل المدارس على ابني وقدراته في المدرسة مش عاجبة الطالب، والمدرسة شايفة ان الطالب عنده قدرات خاصة بالنسبة له. وانا كأم مش عارفة اعمل ايه. هو حضرتك كأم الأول احنا محتاجين يعني ان انا احاول ان انا استشير حد من الناس اللي شغالة في مركز من المراكز أنا بقول المراكز اللي عاملة حركة دولية، الناس اللي بتعمل بس الشغل بطريقة دولية. هي دي الناس اللي احنا محتاجين ان احنا نشتغل، نسأل حد منهم أنا ابني أو بنتي بيعمل كذا، انا الحل بينهم ان انا اعمل ايه. لان احنا كناس بنقدر نشتغل ازاي مع الطالب ومع الطالب اولا وامر يعني مؤكد منه بالذات بتاع سنة اولى، هو مش محتاج يقضي 5 ايام في الايام بالخمس اوقات بتاعه ابدا، ان هو يبقى في المدرسه في الوقت ده كله. ده وقت طويل قوي 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 على الولاد اللي عندها يعني ذات قدرات خاصه. الناس عندها ذات قدرات خاصه يعني من اول كيجي لحد سنه رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي. لا، الطالب بيروح المدرسه 3 ايام في الاسبوع، وبيروح عاده المركز بتاعه يا مره يا مثلا مرتين في الاسبوع. والمرتين دولت لما بيروح فيهم ممكن بيروح نص يوم، او بيروح بالعكس بيروح بدري السنتر وبعدين يروح النص التاني للمدرسة، يعني وات ايفر. ففي النهاية ان احنا أو أوقات جوه المدرسة أنا بشتغل فيها، وأوقات تانية خارج المدرسة هم دول الناس اللي بيشتغلوا معايا كل الحاجات اللي محتاجة توصل للطالب على طريق one to one. يعني الطريقة اللي بتتعامل مع الطالب one to one دي بعد كده بياخدها ويعممها. ماشي، بس عشان يعمل كده لازم تعمل كده ايه؟ مش ابدا 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 مش وقت المدرسة، مش المدرسة تخلص شغل والطالب تاني يبقى شغل بعد وقت المدرسة بيشتغل تاني مع المراكز. لا اطلاقا، ده مش صح، ده مش صح يا جماعة. ان احنا اعلم طالب ان هو يبقى في مركز بعد وقت المدرسة، ده صعب جدا، ده صعب. اللي عادة بيطلع من الطالب ان الطالب ينجح فيه او يوافقه جوه المركز بيبقى النسبة بتاعته قليلة جدا جدا للي بياخده للحاجة اللي بياخدها جوه المدرسة. هو محتاج ليه وقت جوه المدرسة ووقت جوه المركز.